اهلا وسهلا بيكم اعزائي مشاهدين ومتابعين قناة يوم الخلاص. طبعا مليون مبروك، مش مليون بس، مليار مبروك لرجوع الطفل شنودة لأسرته مرة تانية. طبعا بنشكر كل الناس اللي كانت واقفة مع أسرة طفل شنودة من أول المشكلة لحد أما الولد وصل لحضن أبوه وأمه مرة تانية. طبعا كلنا شفنا امبارح الصور بتاعة الطفل شنودة وهو موجود مع أهله ومامته حضناه، باباه شايله وباباه بيعيط ومامته بتعيط. وشفنا الصور بتاعة الأنبا أرمية وهو شايل الطفل شنودة، والطفل نام على حجر الأنبا أرمية، وكأن الولد حس بالأمان أول لما دخل الكنيسة مرة تانية. كأن الولد حس تاني إنه رجع لأهله. الولد كان حاسس إن هو متغرب، كان موجود في مكان مش مكانه، كان موجود في جو مش جوه، كان موجود في مكان مش بتاعه. نشكر ربنا جدا جدا على اللي حصل ده، وبنشكر ربنا جدا على ان الولد رجع تاني لحضن ابوه وامه. الفرحة طبعا مش سايعة الناس كلها، ده حتى في بعض الفنانين والفنانات علقوا على رجوع الطفل شنودة وكانوا بيقولوا يا ام شنودة افرحي، لان مش بس المسيحيين هم اللي فرحانين لك، ده المسلمين كمان فرحانين برجوع الطفل شنودة لحضنك مرة تانية. افراح وزغاريد بعد عودة الطفل شنودة لاحضان والديه بالتبني، وكمان استخراج شهادة ميلاد جديدة للطفل بعد قرار النيابة العامة بإعادة تسميته باسم رباعي لأبوين مسيحيين. كأن الولد اتولد من جديد. قالتها أمال إبراهيم بعد تسلمها الطفل شنودة اللي عنده 5 سنوات امبارح من إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، محاطة بعدد من السيدات مهنئات إياها بعودة ابنها بالتبني إليها مؤقتا عقب قرار النيابة العامة، مع أخذ تعهد عليها بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، وتكليفها باستكمال إجراءات كفالته وفقا لنظام الأسر البديلة. أمه استقبلت قرار النيابة الصادر بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية في ديانة الطفل في ضوء ملابسات التحقيق، والوارد بأنه يتبع الديانة المسيحية والتي هي ديانة الأسرة التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة بالزغاريد المختلطة بالدموع. قعدوا يقولوا شنودة رجع لينا، هنحطه جوه عينينا، هشيله من فوق الأرض شيل، ليس مهما اسمه، لا فارق بين يوسف ولا شنودة، المهم ان هو يكون بين احضاني. والنبي يوسف رأى معاناة وابن دقها على مدار 1 و4 أشهر منذ تفجير القضية. التضامن الاجتماعي التي خاطبتها النيابة للنظر في طلب أمال وزوجها فاروق فوزي لتسلم شنودة وفقا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية بنظام الأسر البديلة، وجهت بتسليم الطفل لوالديه بالتبني من إحدى دور رعاية الأيتام، والتي شهدت حضور عدد من السيدات. عرفنا بقصة الطفل ومعاناة والديه بالتبني، وقفنا يهنئن الأم الأمومة للي ربى لترد عليهن بفرحة، روحي رجعت لي من تاني. أم شنودة اطلعت على قرار النيابة بتكليف المجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم اعتباريين مسيحيين في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، والتي تضمنت فتوى مفتي الجمهورية بتبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه، لكنها ترد مش هتفرق معايا حكاية الاسم دي. وقبل تسليم الطفل لوالديه بالتبني علت الهتافات داخل أروقة الوزارة، عاوزين شنودة، عاوزين شنودة. وكادت والدته تصاب بإغماء، وأنقذتها السيدات لتنتابها حالة بكاء هستيرية ليمزح معها من حولها. انت تفرحي تعيطي، تزعلي تعيطي، فتقول لهم دي دموع فرح، لم أستوعب ما حدث. والد الطفل شنودة بالتبني قال إنه في غاية السعادة بقرار النيابة انتصارا للإنسانية. أنا مريض وكنت وقفت العلاج بتاعي لأن الطفل كان بعيدا عني، وبعودته
كأن الروح عادت إلي من جديد، ولازم أرجع أخد الدواء تاني لأني لازم أعيش دلوقتي. وأثنى الأب على قرار دار الإفتاء سبب في عودة شنودة لحضننا، كما رحبت أوساط حقوقية بقرار عودة الطفل لوالديه بالتبني. وشكر نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ومحامي أسرة الطفل شنودة النيابة العامة لقرارها الذي وصفه بالإنساني، مضيفا: الأمر كان محسوما أيضا بالنسبة للأزهر الشريف بشأن ديانة الصغير، وبطريركية الأقباط الأرثوذكس حسمت الأمر أيضا. وتابع قائلا إنه تلقى اتصالا هاتفيا من المستشار القانوني للمجلس القومي للأمومة والطفولة ومسؤول خط نجدة الطفل بأنه سيتم استخراج شهادة ميلاد وفق الديانة المسيحية، وأن اسمه لن يتغير وسيظل شنودة، مشيرا إلى أن وزيرة التضامن استجابت سريعا بحذف الاسم الأول وشهادة الميلاد السابقة، وتم استخراج شهادة باسم شنودة والديانة مسيحي. كانت محكمة القضاء الإداري قبل أيام قضت بعدم الاختصاص في نظر دعوى أقامها المحامي نجيب جبرائيل لصالح أمال إبراهيم وزوجها فاروق فوزي، اللذين تبنيا شنودة بهدف إعادته إليهما. صدر قرار بإيداع الطفل إحدى دور رعاية الأيتام وتغيير اسمه وديانته من المسيحية للإسلام. وأفتى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بشأن الاستفسار عن ديانة شنودة بقوله إن هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده. وتفجرت القضية في سبتمبر الماضي بعدما تقدمت سيدة ببلاغ لإنقار نسب الطفل شنودة إلى كل من أمال إبراهيم ميخائيل وفاروق فوزي بولس، وهما زوجان مسيحيان توليا رعاية الطفل بعدما عثر عليه وعمره أيام أمام الكنيسة، وأطلق عليه اسم شنودة فاروق فوزي، وعاش في رعايتهما 4 سنوات حسب روايتهما. لكن مقدمة البلاغ وهي ابنة شقيقة الزوج فجرت القضية بتقديم البلاغ الذي قالت فيه إنهما سجل الطفل كابن لهما وليس كطفل تم تبنيته. وقال الزوجان في تصريحات صحفية إن ابنة شقيقة الزوج فعلت ذلك بدافع الحفاظ على ميراثها من خالها. وفي وقت سابق كان والد شنودة ناشد المسؤولين عن عودة الطفل إلى أحضانهما، مرتكزين على أن الطفل يحمل الديانة المسيحية بدليل أنه تم العثور عليه أمام الكنيسة. كما خضعت الأسرة والطفل لتحليل الحامض النووي الذي أثبت عدم بنوة الطفل للأسرة الحاضنة. وقررت النيابة العامة إيداع دار أيتام وأعطته صفة فاقد للأهلية، كما تم تغيير اسمه إلى يوسف. وأصدرت قرارها المقدم بإعادة الطفل إلى والديه بالتبني مؤقتا مع أخذ تعهد بحسن تربيته وعدم تعريضه للخطر. ويحظر القانون المصري المنظم لآلية التبني منح الطفل اسم العائلة كاملا وتوريثه، بينما يسمح بالكفالة أو الأسرة البديلة، بما يعني ضم الطفل مجهول النسب إلى أسرة وفقا لشروط ومعايير تحددها لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي، ومن بينها أن تكون الأسرة من ديانة الطفل نفسها. وحتى عام 2020 كانت الكفالة تشترط وجود أسرة مكونة من أبوين، إلا أن تغييرات أدخلت على القانون سمحت للعازبات والمطلقات فوق سن 30 بكفالة الأطفال. وحسب محامين فإن الأحوال المدنية تمنح الطفل مجهول النسب اسما ثلاثيا، كما تسمح بتسجيل بياناته على هذا النحو حتى يتسنى له الحصول على جميع الحقوق الصحية والتعليمية والرعاية. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة.